البطولة التي فيما بعد حققها النجم الساحلي على الهلال في مدينة العين. احنا نتكلم عن فريق يمكن تتغلب عليه ركلات ترجيح. هذا هو مشواره في البطولات العربية. أهلي طرابلس جميع المشاركات الدوري والكاس مع طرابلس. الرجل الذي يتولى المهمة من بعد فتح الجبال الآن. الله، ضاعت يا كثر كرة من جديد، لكني أصنف محمد المنير واحد منها. الكرة على طول في الجانب الأيمن تذهب إلى ذلك الجيل الذهبي الذي أطاح بالترجي ثم خسر عند أفضل جيل في تاريخ برشلونة. كرة بتصل بالرأس يا أكرم، الكرة إلى ما أراه فنيا بهذه الطريقة، بس هجمة واحدة يمكن يخلص حسام بن حمادي. هجمة، الكرة على طول بتوصل إلى خارج أرضية الملعب. لا يعني الاستحواء. اسألوا الهلال، دوري أبطال العرب، كاس الملك سلمان. الله 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 يا بنجاح، والله الله الله يا نشنوش بالخبرة الكبيرة والسنوات الطويلة. فرصة أعتقد أنها ستتغير بهذه الوضعية. السد أولا، الهلال ثانيا، أهلي طرابلس ثالثا، والوداد الأخير. الوداد بلا أهداف الآن هو متعادل مع أهلي طرابلس. الآن ينجح كرة الآن الهيدوس في الجانب الأيمن، محاولة من جديد جميلة جميلة جميلة، وقبلت ذلك. والجماهير الهلالية هو رجل وإن احتفل لكن يمكنه الترجيح 9-8. الآن كرة بتوصل وخطيرة جدا، والمحاولة والكرة إلى ركلة الزاوية بركلات الترجيح بعد أن تعادلوا في الدار البيضاء 1-1. الآن الكرة سداوية، عادت الكرة من جديد، السد يبادر. الله يا نشنوش يتجلى. طبعا يرى قيراط أن هناك ارتقاء على أكتاف المدافع الليبي الكبير جدا محمد المنير، اللاعب الذي أعده حقيقة أحد أساطير الكرة الليبية، وهو لا زال هنا يلعب في أرض. يكونوا معنا الليلة في تمام يعني بعد نص الساعة. الآن أوه يا بيدرو، أوه يا ميغيل، هل فيها شيء؟ لكنها كرة هدف يا بيدرو، هدف لا يعوض ولا يفوت. قد يكون هذا يحدث. الوداد الآن يسجل التعادل. هكذا كرة كاد السد أن يحسمها وأن يسجل. أبدا يا بيدرو، أبد ما في. الآن أيضا الهلال أنفى شيئا، يحاول أن يأخذ السد على حين غرة. مهارة عالية من نور الدين القليب وتسديدة، لكنها في النهاية بعيدة ضمن الأوراق والأسماء اللي دفع هجراء. السد يخلص ويتأهل لمقابلة من؟ نشنوش رفض ذلك. صالح سعيد طاهر
هذه المحاولة السداوية وهذا الإنقاذ خبرة من حقيقة. المعنى الحقيقي بنزيما وبروزوفيتش والأسماء وماني. الآن كرة بتوصل المملكة الطول لمصلحة سيلفا. أكرم يرسل كرة، تحضرت، نعم، الزعيم ينهي كل شيء في الدقيقة الأخيرة وعن طريق سيلفا. لقد فعلها في الدقيقة الأخيرة في الدقيقة 89 وسجل، ونجح باولو أوتافيو سيلفا من إنهاء مغامرة الفريق الليبي ليكون السد هو الفريق الوحيد الذي فاز على أهلي طرابلس في الميدان لا بركلات الترجيح. هكذا فعلها. الانطلاقة كانت حلوة ورائعة عن طريق محمد البياني، وبعد ذلك القطرية في التسعينات ايام كاس الخليج مطلعها، ولو انعطى الله الله على تسديدة قد ارسلت من علي معتوق، لكن التألق جاء من مشعل برشم. مشعل برشم ينجح في هذه اللحظات من الحفاظ، صدقني، من ونص المليون